ازيكم؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وعايز اتكلم شويه على ما بعد كأس العالم. شويه كلام في الكوره بقى. اوكي. آم... كان في كلمه كده كنت قلتها وقت ما كان مصر بتلعب الارجنتين، وللاسف يعني خسرنا وكده. وطبعا جزء من الخساره ديت، ده مش كلامي يعني لوحدي، يعني كلام كل العالم، يعني ان بالتاكيد طبعا كان في بعض التدخلات وفي عدم حياد تحكيمي او كده، ولكن انا قلت لفظا ان ما ينفعش ان احنا ناخد الحاجات ديت كحجة كشماعة ان احنا خسرنا وندور بقى على مظلومية ده مش شغلنا احنا كمصريين. المصري ما بيعملش كده. المصري يبقى فاهم ان في ظروف ضده ويبتدي يتعامل على ازاي يحل الظروف ديت. خلاص يعني ماشي اوكي. طبيعي ان هيبقى في حكم ضدك ويا سيدي لو مفيش حكم ضدك اعتبر ان الحكم ضدك والعب على هذا الاساس. اعتبر ان مثلا الفيفا يعني راكد فعلا، وان في يعني تظبيط للعيب معين او منتخب معين والادله كتير طبعا على كده، بس يعني تاني اتعامل على ان الموضوع ده حقيقي حتى لو هو مش حقيقي. تمام؟ ليه؟ لان الناجح دايما لازم يبص على كل السيناريوهات، لازم يشوف ايه هي اسباب النجاح عشان ما يتفاجئش من حاجه ويقول لك لا ما انا عملت اللي عليا وذاكرت وكده وسقطت. لا، انت ذاكرت الحاجات اللي انت كنت نفسك تيجي في الامتحان، لكن في حاجات تانية انت قلت ان شاء الله مش جايه وجات لك. يبقى غلطه مين ديت؟ غلطتك. يعني ازاي انت ما توقعتش حاجه زي كده وتعاملت مع هذا التوقع؟ اللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي انا عايز اقوله ان الموضوع ليه شقين: شق في الملعب وشق بره الملعب. الشق اللي في الملعب دوت انك تعمل اخرك في الملعب، ده مدير فني بقى يحط خطته ويعد اللعيبه من قبلها، كل لعيب يشتغل على نفسه، وجوه الماتش تعرف تشوط تمام وتباصي تمام، ما تقلقش من المنافس اللي قدامك وتحس وانت نازل كده ان انت ما يهمنيش الاسم دوت وما يخوفنيش، لا هو المفروض اللي يقلق مني ما ابقى معد بدنيا ان انا العب وقت اضافي وما عنديش مشكله خالص، ابقى فاهم ان هيحصل استفزازات، فانا ما لبس نفسي انذار ولا طرد ولا كل الكلام ده. ده اللي في الملعب. بره الملعب بقى انت لازم تبقى فاهم ان في عالم كبير جدا تجاري بيتحكم في الجزء بتاع عالم كرة القدم. عالم كرة القدم دوت جزء منه فيه مراهنات. يعني مين كان متوقع ان مصر اصلا توصل دور ال 16؟ مين يعني كانت بصراحة بقى مين متوقع اساسا ان مصر توصل كأس العالم اساسا حتى بعد النظام الجديد؟ ف... فالمراهنات الناس مش مذاكرة كل الفرق اللي في العالم، هم بيبصوا على احتماليات وبيبصوا على يعني اسم الفريق دوت ايه وفي مين او كده. انت ما عندكش حد معروف غير محمد صلاح. يعني ده انا اعترف ده لعيبه حلوه ومحترمه وكل حاجه، بس انت اللي عارفهم. الشخص اللي بيسمعني دلوقتي اللي هو من المنطقه العربيه عشان سامعني باللغه بتاعتي او كده، سواء مصري او اي حد من الدول العربيه، عارف مين محمد صلاح وعارف لعيبه مصريين تانيين. انما الراجل اللي قاعد بره ما يعرفش غير محمد صلاح بس. فهيبقى قدامه فريقين: فريق اسبانيا مثلا، شوف عارف منه كام لعيب، وشوف عارف من مصر لعيب واحد. عنده فريق زي الارجنتين، عنده فريق زي انجلترا، عنده فريق زي فرنسا. فريق يخوف ليه؟ لان بالنسبه للشخص اللي قاعد بره عارف كل اسامي اللعيبه تقريبا، ده عارف الاحتياطي. لكن احنا عندنا ما يعرفش غير محمد صلاح، فهيراهن على مين؟ فانت دلوقتي عندك حد يروح جاي ويروح مراهن على مصر، وواحد تاني، مش واحد تاني بقى، جيش تاني بيراهن على الفريق التاني اللي قدامه، وتروح مصر كسبانه. انت متخيل كل الناس اللي راهنت ضد مصر لبست؟ فده شيء لازم تحطه في اعتبارك. طيب نحطه في اعتبارنا ازاي؟ تعالى بقى اشتغل الشغل اللي بره الملعب. انت لازم تشتغل على سمعة فريقك، لازم تحط منظومة تخلي ان من السهل ان اللعيبه بتاعتنا تحترف. دي نقطة. وقتها في لعيبه كتير هتسمع معاك بقى ويبقى ده انا هراهن على مصر لان في فلان وفلان وفلان وفلان. عدلي بقى. وبعدين هو لما محمد صلاح يعتزل، هو برضه ده بيجنن يعني يا جدعان. هو الراجل ده مش هيفضل لنا قاعد فوريفر يعني، ما هو ليه عمر افتراضي داخل الملعب وبعد كده هيعتزل. طبعا نفسي ان هو يكمل معانا لحد 2100، بس المنطق الراجل هيجي في يوم ويقول، هو هيقول انا عايز استريح. انا
يعني حتى لو كمل زي رونالدو وميسي، هو يقدر يعمل كده، واتمنى له ان هو يقدر يعمل كده وكسر ال 40 كمان، بس يعني هيلعب وهو 50 و60 يعني. فانت لازم تبتدي تشوف مين اللي بعده، واللي بعده دول لازم يكونوا لعيبه عالميين، لان اللعيب العالمي ده بيخض كمان جوه الملعب. بس نرجع تاني للجزء اللي بره الملعب، هتلاقي الناس مهتمه بالمنتخب المصري. ده الشيء التاني، انت النهارده لما اتظلمت، على فكره مش احنا الفريق الوحيد اللي اتظلم في كاس العالم، بس احنا اللي عملنا ضجه رهيبه جدا. انت هنا مش بتتكلم على ترند محلي ما بيسمعكش غير بلدك، لا انت بتتكلم على يعني موجة عالمية من السخط والغضب ومستمرة لحد النهائي. درجة يعني خلاص رئيس الفيفا مش عارف يرد، مش عارف يتكلم. ترامب قاعد معاه في اليوم اللي قبل النهائي بيقول له يعني بيقول له ان الفريق بتاعك فريق الارجنتين، حاجة زي كده. فبيقول له انت تمام الا لو خسر الفريق بتاعك اللي هو الفريق مدلل يعني، او فضيحة عالمية. مين اللي عمل ده؟ دي برضو حاجة بقى مهمة جدا، ان احنا لينا قوة ضخمة جدا فعلا على السوشيال ميديا، ودي مهمة. انت بتصنع ترندات عالمية، وده جزء. بص بقى، لو كان معروف قبل الماتش كان هيفرق كتير، كان هيفرق كتير. يعني النهاردة انا عايزك تشوف مصر في اي بطولة جاية، عايز حكم يتجرأ وتشوف ويحاول ان هو يظلم مصر، لا هيفكر 1000 مرة لما كان بجد وبكلامك بصراحة، بسبب اللي حصل في الحكم التاني. وانا هنا مش بقول لك احنا هنستخدم نظام الترهيب، او ان انا مبسوط بالناس اللي هي كانت بتكلم بتبعت للناس فاكراها مرات الحكم وام الحكم والحاجات دي، مش بقول ده الصح، ولكن التاني الموجة العالمية من السخط والغضب اللي انت شكلتها، اللي هي المصريين زقوها وخلوها فعلا عالمية. الناس بتتكلم في كل القنوات، قنوات امريكيه وقنوات اوروبيه والسوشيال ميديا، اكس تويتر وانستجرام وفيسبوك وتيك توك وبتاع، عمالين يعملوا ميمز على ان المنتخب ده اتظلم، تمام، وان اي منتخب تاني بيلعبوا المنتخب اللي هو الظالم دوت بيطلع، فاهم؟ طب مين اللي عمل البوش ديت؟ انت محتاج القوه الناعمه المصريه، ومحتاج ما تستمعش للناس اللي هي بتقول لك لا يا جماعه وما ينفعش لا، خد حقك وبالادب وبالذوق. شفت حسام حسن لما عمل الحركه وطلع وعمل ومش عارف ايه والناس تريقت عليه؟ لا، الراجل بيتكلم بجد يعني. الراجل بيوصل رساله يفهمها العالم. دايما كلم العالم، ما تكلمش نفسك. وده بيكمل بعضه. يعني هتلاقي خلاص الكاس العالم اللي جاي صعب ان يتعمل فينا نفس الحركه بالظبط، ما ينفعش يعني. امتى بقى تعمل فينا لما نوصل دور قبل نهائي بقى، ولا يعني خلاص ده الناس دي هتوصل بقى جد تكسب كاس العالم مننا ولا ايه؟ لا، نبتدي بقى نشوف نفرملهم ازاي. لكن مش هيجي يفرملك في دور ال 16 خلاص وبصوا بقى، ولا هيحط في طريقك فرقه بالحجم ده. ليه؟ لانه مش ضامن هيحصل ايه، مش ضامن هيحصل ايه. واذا كان السمعه بتاعت الفيفا النهارده شوف شكلها ايه بسبب حاجه زي كده، طب لو الموضوع بقى مستمر، دي حاجه انسى بقى الكلام ده خالص على جنب. تعال نتكلم بقى في الكلام الاهم. انت محتاج يكون عندك لوبي يحميك، ناس تكون موجوده في اتحاد الكره العالمي، في المنظمات العالميه، معلقين لينا، مش في بي ان سبورت بقى، مع احترامي يعني للقنوات الرياضيه عموما واون سبورت وكده، كل الكلام ده مهم جدا، تمام. ولكن انت كمان لازم يكون ليك تواجد. بص بقى فين؟ في القنوات اللي بره، يورو سبورت وفوكس، هو ده الكلام. يطلع لك حد يتكلم في منصات بره، مش بتكلم بس في تلفزيون، انما كتابه كمان، زي ما عندك يلا كوره هنا في مصر وفي الجول ومش عارف، يبقى عندك ناس ليك هم دولت اللي بيتكلموا باسم بلدك بره. انا مش جاي هنا اقول ان هم يكونوا جايين عشان يتكلموا في ده، لا، هم هيتكلموا في الرياضه زي ما بيتكلموا على طول، بس من الطبيعي ان هم لما يشوفوا حاجه ليها علاقه ببلدهم هيتكلموا. انت عندك النهارده ازمه في كل سنه لما كان محمد صلاح بيترشح للبالون دور او اي جايزه عموما، تلاقي ان في ناس كتيره ما بتصوتش لمحمد صلاح. ما بيصوتلوش ليه؟ عشان اللوبي بتاعك مش موجود. فين الضغوط بتاعتك انت؟ فين الناس اللي هي بتسوق للنجم الوحيد اللي موجود في الليست ديت؟ ده شيء لازم تحطه في اعتبارك، انت تفكر فيه. يعني انت عايز تقنعني ان، مع احترامي لجميع الاسماء، انا مش بتهم الاسامي هنا ولا اي حاجه، بس انت عايز تقنعني ان انا لو قلت الاسماء هتزعلوا،
طيب يعني لا عايز تقنعني ان انا اسف انا خلاص هقول، بس انا اسف يعني اوكي، انا مش بتهم اللاعب ده بحاجه، انا بقول ان وراه لوبي وفي ناس بتساعده وبتساهم ليه، لانه استثمار ليهم، وانت كان لازم يكون ده استثمارك. اشرف حكيمي مثلا، هل انت شايف انه هو دوت اللي كان يكسب بطوله كذا وكذا وكان مع جوائز؟ راجل محترم، لعيب كويس، ما عنديش اي مشكله خالص في دوت، تمام. بس ازاي ده في وسط يعني انجازات صلاح اللي هي مع فريقه، وكمان انجازاته الفرديه، الاثنين عايز تقنعني ان ايا كان الاسم تاني، انا عمال اقول شويه اسامي دلوقتي هي دي اللي تناسب؟ يعني ميسي بعد ما كمان راح الناحيه التانيه وبقى بعيد خالص عن الدوريات ومش عارف ايه وكده، ولما حتى راح باريس سان جيرمان وقبل ما يروح كمان للدوري الامريكي، هل انت شايف ان هو المفروض يكون هو ال التوب اللي موجود لسه في البطولات العالمية دي لا طبعا يا جماعة الكلام ده مزقوق. انا مش ضد ميسي ومش ضد كريستيانو رونالدو، ما بقولش ده خالص، انا بقول ان احنا كمان نستاهل ان احنا نقف ورا اللعيبة بتاعتنا، لازم نقف وراهم ولازم ندعمهم. وبصوا جاي الحتة اللي جايه هقولها دي، ده لو ما يستحقش محمد صلاح يستحق، ده لو ما يستحقش اقف وراه. هو ده اللي انا بتكلم بقى فيه. شوف ازاي توفر له الظروف اللي تخليه ينجح في كل حاجه، اي حاجه بيخشها، لان دي قوه ناعمه ليك وده يفرق معاك. انا النهارده هقارن بين هالاند وبين محمد صلاح، مين الاشهر عالميا؟ تمام، مين عالميا بكميه، انا بتكلم عن النهارده كميه الترندات وكميه الميمز، هتلاقي ان هالاند النهارده مشهور اكتر من محمد صلاح. طب هل ده مستحق؟ لا، هنا بقى فيها كلام. هو ده اللي بنتكلم فيه النهارده. لما نيجي نبص على ليفربول قبل محمد صلاح اساسا يجي، وليفربول بعد ما محمد صلاح جه، لا طبعا يعني ده يعني فريق كان ميت. ماشي بقى على ذكريات زمان قوي قبل ما كل اللي بيتفرجوا على كوره النهارده تقريبا كانوا عايشين يعني كل الجيل الجديد ما يعرفش اصلا ايه ليفربول ده يعني، ولا ليه يعني حوار اساسا على ليفربول او حاجه، وفاكر له مثلا لما طلع الثالث ولا طلع الرابع في الدوري مش عارف سنه كام، لان ده فريق تعبان من وقت التسعينات مثلا، ده فعليا باستثناء مثلا بطوله هنا ولا بطوله هنا، الفريق دوت بقاله فوق ال30 سنة فريق عادي في الدوري الانجليزي، خلاص رجع لورا وبقى في مانشستر يونايتد وبقى في ارسنال، هم دول المكتسحين، ثم دول كمان مشوا على جنب وبقى في مانشستر سيتي وتشيلسي، هم دول المكتسحين. وبعدين اوت اوف نو وير جه كده ليفربول، رجع تاني وعمل كل بقى، ورجع افضل فريق في انجلترا، وفي فتره من الفترات رجع افضل فريق في اوروبا، ما هو كسب البطوله صح كده ولا ايه؟ كسب الشامبيون شيب، ف الشامبيونز ليج. فمحمد صلاح اللي هو بعد كل اللي انا بقوله دوت، بص على ترتيبه وسط اعظم لعيبه ليفربول، مش في الثلاثه الاوائل. انت متخيل؟ مش في الثلاثه الاوائل. طب ليه؟ لان انت مش زقه مظبوط، راجل بيعمل شغل لوحده، لكن في ناس تانية وراها مؤسسات. اي حد كان بيلعب في باريس سان جيرمان شوف كان بيتزق ازاي، طبعا انت فاهم. وانا مش بقول ده غلط، انا بقول ان دول ناس شطار. حد النهارده بيسوق لفريقه، فمين هنا اللي انا هسوق له؟ فلان وفلان وفلان بيلعبوا معايا، فانا هسوق لده في بطوله كذا وده في بطوله كذا وده في بطوله، كل واحد بقى في جايزته في قارته، حاجه زي كده. وده البطوله ده للعالم كله، وده اللي مش عارف ايه، وده اللي مش عارف ايه. امبابي لما كان في باريس سان جيرمان شوف كان بيتعامل ازاي، ولما راح ريال مدريد برضه لسه اللعيب هايل وكل حاجه، بس فقد جزء من الدعم اللي كان بياخده وقت ما كان هناك. تمام، وبقى هو فاهم برضه شاطر، حط دعم جديد، بقى في دعم تاني. هو ميسي ليه راح اصلا الدوري الامريكي؟ علشان اللقطه اللي هو موجود فيها النهارده، عشان هو بيبص لقدام، عارف ان في كاس عالم هتلعب في امريكا، وعايز يطلع في اعلانات قد ايه كذا، وعايز يتقال ان هو اشهر رياضي، وده اللي حصل. كريستيانو رونالدو ليه راح السعوديه؟ هو ما راحش السعوديه كلاعب، خلاص الناس دي ما بتروحش كلاعب، لكن بيروح باتفاقيه تانية خالص، بيروح عشان يتعامل بزقه من الناس اللي جابته. انتم يمكن مش متابعين، بس انت تعرف ان كريستيانو رونالدو طالع في اشهر لعبه فايتنج جيم، لعبه قتال اللي هو زي ستريت فايتر وكده، اسمها فيتال فيوري سيتي اوف ذا وولفز، الناس اللي ليها في الجيمز يعني.
طالع في اشهر لعبه واللي كسبت افضل لعبه من نوعها في السنه ديت. طالع لاعب فيها، طالع بلاير فيها. طب وعامل اعلان للبتاعه دي. طب الشركه اللي عاملاها يابانيه، تمام، وكسبت زي ما بقول لك احسن جيم فمش عارف. بس مين اللي شاري الشركه ديت؟ اللي شاريها السعوديين. فكله مربط. يبقى لازم تفهم تاني، كله مربط. الناس اللي هي يعني متخيله ان احنا هنكسب بمجهودنا في الملعب بس، الكلام ده كلام غلط. انت لازم يكون ليك لوبي، ولوبي محترم، ولوبي قوي، علشان دايما يكون يعني انا بتكلم بجد بقى، المصريين هم، هو ده اللي احنا عايزين نكون بنقوله على طول. عايز حد يجي يسمع كده ايه ده مصر، يبقى بيفكر مره واثنين وثلاثه وهو بيلعبنا، قلقان من حاجه زي كده. ده مش صعب، ده ممكن، وده لازم نشتغل عليه، ده مش اوبشن. ووقتها هيبقى في كلام تاني، هيبقى في كلام تاني خالص خالص في الكورة. أه ولو عملنا ده في غير الكورة هتفرق برضه، بس أنا بتكلم دلوقتي عن الكورة. وأشوفكم على خير.